هو دور الذكر؟ الإنسان يقول سبحان الله ولا إله إلا الله، الذكر اللفظي، هذا الذكر اللفظي شنو دوره؟ شنو قيمته؟ الذكر اللفظي بعض يتصورون أن هذه الألفاظ لا قيمة لها، هذه الألفاظ لها كل القيمة، لأن حضور الله سبحانه وتعالى في لفظك. أنت عندما تقول سبحان الله، أنت عندما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، صحيح أنه هذا لفظ، ولكن اللفظ يؤثر في الذهن، لعله في المرة الأولى لا يؤثر، في المرة الثانية لا يؤثر، ولكن تكرار هذه الألفاظ يخلق على مرور الأيام حالة ذهنية معينة لهذا الفرد. هذه الحالة الذهنية المعينة إذا انطبعت في الذهن وترسخت في الذهن تنتهي إلى التأثير في العمل أيضا.